كلية تانية احتياطي علشان الامتحان التقديم بتاع معهد السينما مش كله بينجح فيه. فبحيث لو لا قدر الله لا قدر الله طبعا يعني سقطت فيه، تبقى عامل حسابك على كلية تانية، وتبقى تشوف هتعمل ايه في مسألة دراسة السينما، انك ممكن تاخد دراسات حرة في معهد السينما، او انك تاخده بنظام الكورسات في اكاديميات معتمدة من نقابة النقابات اللي هي تابعة للسينما، لمجال السينما. طيب في برضه بالنسبة لطلبة الجامعات اللي هم خلاص هم في الجامعة اوريدي بيدرسوا دلوقتي، ده ممكن ياخد برضه كورس مع اللي هو بيدرسه في الكلية بتاعته. يعني مثلا هو مثلا كلية بيزنس مثلا وعايز يخش سينما، ممكن مثلا ياخد دراسات حرة برضه أو ياخد كورسز في أي أكاديمية. وممكن يعمل حاجة تانية، يجمع ما بين الجامعتين، يعني يخش معهد السينما عادي، نظام عادي، نظام دراسي عادي جدا، فبحيث يحضر محاضرات في معهد السينما ويحضر محاضرات عادي جدا في الكلية بتاعته اللي هو فيها من الأساس. ده برضو من ضمن الحلول. طيب بالنسبة للي خلاص اتخرج وبقى مقبل على الحياة العملية وبيشتغل، ده ممكن يعمل ايه؟ ده برضو ممكن ياخد كورسز، ممكن ياخد دراسات حرة، ممكن لو هو عايز طبعا ياخد نظام البكالوريوس 4 سنين ممكن ياخده عادي. آه يعني الاختيارات قدامه، وحسب هل هيقدر يستحمل الاختيار المناسب ليه ولا لأ. لأن هو يعني بنبقى أما بنتخرج يعني من الجامعة وكده بنبقى خلاص بقى يعني تعبنا بنبقى عايزين نشتغل، يعني بنبقى عايزين بقى نخرج بره الإطار بتاع العلم، يبقى فيه بقى شغل، يبقى فيه حياة مستقلة للحاجات دي. طيب في النهاية طبعا أيا كانت اختيارك في الآخر، بس كله في الآخر هيوصلك لنفس السكة، إنك هتشتغل في المجال، هتشتغل
فيلم فاكتوري بودكاست على مختلف المنصات السمعية اللي موجود اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن، وتقدروا تتابعوا من عليها الحلقات اللي هتنزل جديدة كل أسبوع يوم السبت الساعة 9 بالليل بتوقيت القاهرة.